انا انسانه فري محاربه. كل يوم نحارب نفسي باش نوض نخدم، كل يوم نحارب نفسي باش نتقاتل مع روحي باش نوصل لاهدافي. بعد تيك يقولوا لي كيفاش تخطي، نتخطى عادي نورمال. انا ديجا الفشل كي صالي في حياتي نقول نورمال، موالف يسرى، مازالني نحارب باش نوصل. سلام البنات، ورجعت لكم بروتين بزاف مليح وروتين متنوع في افكار في حوايج بزاف مليحه. المهم نبداو مع بعضنا ونقولوا بسم الله. ما تنساوليش بهذاك الجام لي كومونتير، اللي مازال مشتركش معايا في القناه يخلي لي اشتراك وتفعيل الجرس باه يوصل لكم كل ما هو جديد. اليوم عندنا في الفيديو اللي هو رايحين نطيبوا مع بعضنا العشاء، رايحين نديروا مع بعضنا شويه مادلين، ورايحين نعطيكم واحد الماسك تاع اسودات المناطق الحساسه. وش نقول لكم، روعه سورتو اللي رايحه عروسه جديده. تعرفوا واحده تكون عروسه جديده وعندها الاسودات في مناطق تاعها الحساسه وتتبخس بروحها وتلقى روحها كارثه، يعني تحشم حتى من راجلها. اليوم كما قلت لكم اليوم راح نعطيكم الماسك اللي نستعمله. انا ديما كي نعود رايحه ندوش لازمني نستعمل هذا الماسك، منها مقشر يرطب يعني للكور كامل. تحتاجوه مثلا تحبوا ديروه في رجليكم، هكا رجليكم ناشفين وشايحين ومش ملاح، تقدروا تستعملوا هذا الماسك ديما في رجليكم، عن بالكم الكور تاعكم ولا الرجلين تاعكم يوليو هكا في الغوص. يعني الماسك هذا اعتمدوه ديما. هنا الحاجه الاولى، شوفوا طلعت هبط عيط لي راجلي. شوفوا انتم مثاني كيما انا ولا لا، كي نعود رايحه نطيب العشاء ولا الغدا لازمني نعيط له ونقول له واش حاب تاكل، لازمني نسقسيه باه نتفاهموا على ماكله واحده. على خاطر مره يكون سخفان على حاجه ولا مره ما تعجبوش ماكله، لازمني نسقسيه وندي رايو. قال لي طيب لنا شويه زيتون. قلت معليش والله غير نطيب له شويه زيتون، انا من رمضان ما طيبتوش. كما راكم تشوفوا تفتفتوا. وعندي نص صدر تاع الدجاج، قلت نديرو كفتة تاع الدجاج هكاكا، منها تجينا كمية كبيرة ويجينا تجينا طبق كامل ومكمل وكلش. هنا الزر بعد ما رحيته نحط له شوية ملح والتوابل، نحط له شوية تاع الزيت بلا ما نحط له العظام بلا والو، نحط له شوية غير شوية تاع الزيت وسنينة تاع ثوم ومغرف هكا بصلة تكون مرحية، ونرحي كلش في بعضه كما راكم تشوفوا. هنا نرحيه كامل مليح ونولي هنا نخليها على جهة حتى نتقلى لي لاصوص تاعي. وقاعده قلت ندير حاجه حلوه هكاكا للفطور لوليداتنا مع جايين الامتحانات، لازم لهم غير حاجه تكون خفيفه وتكون مليحه. قلت ما يخفني غير يعني لازم غير ندير لهم المادلين. كان هذاك النهار في خاطرهم اني ندير لهم مادلين وما درتوش. هنا كما راكم شفتوا زوز عظمات تنحيكم 16 كعبه مادلين. حطيت زوز عظمات كاس إلا ربع هكا تاع السكر، نص كاس زيت، كاس إلا ربع تاع الحليب، الفارينة كاس ونص فارينة ولا حوالي 2 كيسان فارينة يديلكم، ومغرف أخميرة ورشة تاع الملح ما تنساوهاش، ولافاني انا ما كانش عندي لافاني بصح درتها. هنا بعد ما يتقلى لي هذاك لاصوص، وش لي يتقلى لي لاصوص راح لي العقل. هنا بعد ما يتقلى لي مليح هذاك الدجاج هذاك البصل كلش، نولي نحط هذاك الزيتون بعد ما كنت غليته في الماء ووليت صفيته وحطيته به ما يجيناش المروره، ما يجيناش المروره. هنا كيكون زيتون مر لازم نغليه شويه ونحط له مغرف تاع الفارينه هكاك تنحينا المروره. هنا نخليه يتقلى لي مليح الزيتون مع هذاك الدجاج مع الطماطم مع كلش. ونرجع للمادلين تاعي. هنا جبت لي كيسات تاعي اللي يجيو في المادلين. هنا لي كيسات كانوا شريتهم بالك واحد عندهم واحد العام وما استخدمتهمش، اليوم لقيتهم هكا. شوفوا مليحه حاجه تشريوها في الدار تخبيوها طيشوها غير هكاك وتنساوها، كي يجي نهار وقتها تلقاوها. هنا بعد ما حطيت المادلين تاعي نحط لي كيسات الفور تاعي راهو سخون سمسم رايح يطيب، بصح يجيكم واحد الكوخر من اللي يتباع لبرا، سورتو اللي يحبوا يديروا مشاريع مربحه من غير من دياركم. تقدري ديري المادلين وتبيعها للقهوه، ديري كميات كبيره ونوعي ماشي غير مادلين. هذه الوصفه ديري بها موسكوتشو، ديري بها المادلين، ديري بها اي حاجه. هذه هي. تقدري حتى ديري بها بسبوسه في القوالب هذوك الصغار وبيعي.
يعني كل واحد وش ربي يرزقه، كل واحد وش يحب يخدم على روحه من داره. كما قلت لكم هذا يديوه معنا معهم اولادنا للقوتي، بس يديوهم يندبوا رباحهم، انا ما يديوهمش ياكلوهم في الدار. نقول لكم الصح. شوفوا غير كملتهم لقفوهم كلاوهم كعبه ما قعدت، جا صح جا خفيف وجاء بنين. كما كان جا خفيف وبنين مش نشارك معاكم الوصفه، مستحيل. حتى ولا كان جاني ماشي مليح وصورت وراح نعتولكم نقولكم بلي وجاء ماشي مليح. المهم تبعوا معايا برك الفيديو للاخر وما تنساوش يا حبيباتي هذاك الجام. المهم هنا بعد ما حطيته نولي الفرن راهو سخون، نحطو يطيب. نشعل الفرن قبل ديجا يسخن، من بعد نشعل عليه من تحت. كنشوف المادلين تاعي تنفخ وبدا يحمر لي على جناب، نعرفوا بلي راهو طاب. نولي نشعل عليه من الفوق غير ياخد وقت. حبيتوا ديروه بالكاكاو، حبيتوا ديروه كيما هكا، يعني ليكم الاختيار والتزيين اختياري. انا واش كان عندي زينت. نرجع هنا للدجاج تاعنا، نولي نكركبوا برك. حبينا تحبوا تقليوه اقليوه، شوفوا بلا بيض بلا والو. تحبوا تقليوه شويه تحمروه في المقله مع شويه تاع الزبده حمروه. ما تحبوش، انا ما نحبوش محمر، نحبو طول طيب في البرمه هكاكا. نجي نكورو كيما هكا كامل ونولي نروح نحطو طول يطيب. كي نمرق البرمه تاعي نخليها تتغلى شويه وتنشفن غير شويه، نولي نرمي عليها هاد الكفته هذه. وهذا مكان تحبوا ديروها بالفيانداشي، تحبوا بالدجاج، تعرفوا اللحم غالي وكل حاجه. المهم نديروها بالدجاج. انا نحب تاع الدجاج خير من تاع اللحم، تجي صح بنينه. هذه هي وكل واحد وش يحب يدير. المهم انا الفايده جبت لكم روتين كامل ومكمل من كلش، مكمل قرايته هذا الروتين. سورتو العنايه بالجسم، كما قلت لكم راح نحكيو في مواضيع تاع العنايه بالجسم والمناطق الحساسه واش نديروا لهم باه يخف هذاك الاسوداد. كاينين ناس يعني عندهم كارثه الاسوداد، يدير لهم حتى في الرقبه، يدير لهم في الرقبه، يدير لهم بين فخاذهم، يدير لهم تحت حشاكم تحت طوابقهم، يعني كارثه. ما لا نحاولوا قد ما نقدروا نديروا. يعني حبيتوا تشريوا القماج يسبع البرا، كاين اللي ما يقدرش يشريه يتباعوا بزاف غاليين، بصح نحاولوا نديروا حاجه تكون في الدار وتنحي، يعني ما مش تنحيها بزاف، مهم تنقص. هنا شوفوا بعد ما نشوف لي هذاك شويه لاصوص نولي نرمي عليه لي بولات تاعي ونحطهم يطيبوا. هذه هي حتى ينشف. ثمثم راح يطيب معاكم والله. ثمثم كملت عشايه وكملت المادلين تاعي ودرت الماسك ورحت دوشت. شوفوا الراجل كيما ديما نقولها لكم البنات، الراجل لو ما يحبش المراه المعفونه كملي خدمتك من مدام وروحي تدوشي، ما خاسره فيها والو. ماشي شرط عليك مثلا تروحي تدوشي كامله من راسك رجليك، لا، احكمي شعرك ودوشي غير الكور تاعك هكاكا، على خاطر الريحه مثلا نفرضوا ما تدوشيش وديري ريحه فوق خماج راهي تولي مش غير ريحه، تولي كارثه. هنا نرجعوا الماسك تاعي واش رايحه نحتاج فيه. اعبدوا هذا الماسك مرطب، ينحي لكم الاسودات. شوفوا يقلب لكم الكور تاعكم هكاك يدير. هنا عندي 3 مغارف سكر، انا حبيت ندير تاع يومين، قيس تاع يومين انا ندير به الكور تاعي كامل. هنا عندي جل دوش، اي نوعيه تاع جل دوش عندكم. عندي 3 مغارف سكر، مغرف كبيره تاع الفارينه هكا، قيس واحد مغرف كبيره ولا 2 مغارف تاع الجل دوش عندكم ميزانكم. هذا من الحوايج اللي نستعملهم، ونولي نخلطهم مليح في بعضهم ونحط لهم شويه زيت. ما عندكش زيت الورد ولا اي نوعيه تاع الزيت عندك تقدر تضيفوها. هذاك النهار ما عندك حتى نوعيه تاع الزيت تقدري ديري زيت زيتونه. فهمنا. نولي نخلط كامل هذا الخليط في بعضه. واحد الريحه تاعو واش نقول لكم، سورتو كي يكون جلدوش من النوعيه المليحه، هذيك النوعيه تاع فينيس بزاف مليحه. ونجيب هنا كولورا حمراء ونولي نخلط الخليط تاعي كامل. شوفوا ما خاصنيش ناكلو بنين بنين بنين. واش ما عندي ما نقول، يخلي لكم الريحه في الكور تاعكم نهار كامل. نهار كامل الراجل يحب يعشق المراه اللي تكون ريحتها مليحه وتكون ريحتها نظيفه، ماشي ريحتها بصل وثوم. هنا شوفوا الكولار، هنا الكولار جاني هكا في الغاز في الاحمر. مهم الكاميرا ما داتوش حقه بزاف، بصح
جا ما خصنيش ناكله، جا بزاف ريحته مليحه وبزاف ابنان. اللي راح يسقسيوني على الماس اللي نحي به من الشعر تاع الوجه، الماس هذا تاع الفلامينغو، انا نستعمل هذا. اللي يقدر يدير الحصير يروح يدير في المناطق الحساسه ويروح يدير كلش. انا ننصحكم حتى به تروحوا تنحيو بالمناطق الحساسه الحصير، يعني هو يوجع، واللي يستحملوا يديروا. بس اللي ما يستحملش ويدير الموس، لازم قبل ما تديري تنحي بالموس لازم تروحي تديري البودر. شفتوا هذاك البودر تاع ذراري صغار، حطيه كامل في المناطق اللي فيهم الشعر اللي رايحه تنحيهم. فهمنا؟ هذوك البودر بزاف مليح به ما تتحسس لكش البشره تاعك. تفهمنا؟ هذه هي. شوفوا هنا القماج غير في الدار، ما غالي ما حد شي، ثم رايحه توجديه كل مين تدخلي تدوشي ديريه، ما خاسره فيها والو، غير شويه تاع سكر. هنا هذا الماس تاع الشعر انا نستعملهم ديما. اللي قالوا لي ماشي مليح للوجه، شوفوا هنا كي نستعملوه في الوجه نديرو مرطب، ندير اي زيت من النوعيه، زيت الورد بزاف مليح للوجه، ندير زيت الورد ونولي نحي به عادي، ما رايح يخشن لك الشعره ما حد شي. اللي يخاف منه بالعكس هو مليح حتى ينحي حتى جلد الميت. هنا هذا المرطب كيما نكمل التدواش نولي ندير المرطب البلاصه اللي نحينا منها شعر. البلاصه اي بلاصه تتنحى منها الشعر نديروا لها اي نوعيه تاع مرطب عندكم. انا هذا هو المرطب اللي نستعمله، وهذا مكان وتخرجي عروسه، تخرجي من هارك عروسه. يعني كما قلت لكم هذا الماسك يغنيك على الماسك تاع القهوه، على خاطر فيه سكر مقشر وفيه نشا بزاف مليح، وفيه بزاف حوايج. يعني بلا ما نروح نديروا هذاك الماسك تاع القهوه هذا وخلاص. هنا بعد ما كملت خدمتي ورحت درت الماسك هذا قدوش الله الله. هنا لازمني نلبس حاجه غوب هكا تكون خفيفه، تكون مليحه. الراجل يكون كي يرجع من دار يحب مرته هكا تشعل، لازم تشعل هكا. كملت خدمتي رحت دوشت عدل شعري، درت شويه مكياج، ريحت روحي. مش نروحوا نريحوا روحنا على الخماج، حشك فينا ريحه العرق ونهار كامل وحنا في الكوزينه، ومن بعد واش رايحين نديروا؟ نروحوا نريحوا روحنا فوق هذاك العرق، تولي ريحه قارصه. نقول لكم صح، تريحي ديري ريحه في الكور تاعك ماشي نظيف، ما عندها حتى معنى. حتى نروح نغسل روحي هكا بشويه تاع ماء، شعري نلمو، مش حابه نغسل شعري ما نغسلوش الشعر مره في السمانه ياسر فيه هكا، بس تدواش يومين مليحه. سورتو حنا دركا في الصيف واحد يعرق وكلش، لازم كملي الخدمه وروحي الدوشي، رانا سخانه وغير بالماء بارد وانتي مدوشه. هنا بعد ما طاب لي المادلين وكملت عشايا راهو طايب وكملت، هنا خرجت زينت بعد ما خليته شويه برد، خرجت نزين المادلين تاعي. وهذه هي كي يجي راجلي نشربوا بها قهوة. الله الله والله يا بناتي ما خلاو كعبة فيه، صح جابنين وجا خفيف، وزيد هكا كي زينتو من الفوق هكا ما مخليوه بلا ما تزينوه يجيكم ابنين. وش رايكم في الفيديو نهار اليوم؟ مليح ولا ماشي مليح؟ صح قولوا لي، قولوا هيا. انا الفيديو شوفوا كي نجي نصور معكم والله يا البنات صدقوني اني نصور معاكم بكل حب، بكل حب نحبكم، على خاطر ولفت بالتصوير ولفت اني نوض نصور معكم. نهار لي ما نصورش يحكمني الاكتئاب، نقلق، نعد نقول توحشت البنات، توحشت لي كومونتير نشوف تاع البنات، سورتو الناس اللي متعودين عليا واللي يخليوا لي كومونتير هكا مليح ويطلعوا لي المورال والمعنويات. شوفوا نحبكم بالعرام والله، غير نحبكم انتم خياتي الثانيين وانتم العيله تاعي الثانيه، وما تصوروش كيف ما هو لفتكم. سبحان الله، يعني الواحد الولف صعيب، راني 3 سنين معاكم وانا في اليوتيوب 3 سنين، يعني حاجه كبيره. المهم ان شاء الله تكونوا انتم ثاني تحبوني، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، ان شاء الله هذه القناه راح تكبر بكم وتكبر احسن من القناه الاولى، وتعدي القناه الاولى باذن الله. هنا وصلنا ل 500 مشترك، ان شاء الله تكملوها لل1000 هكاكا به يولي لي الفيديو كيما نحط الفيديو يطلع. بس ان شاء الله انا عندي احساس باذن الله انها القناه هذه وجهها خير، وانت وجوهكم خير عليا،
الحمد لله. هنا شوفوا نولي نزينها. وش كان عندي زينتها، بس حوش نقول لكم صح انها جاء الكوب بزاف بنين. هاي ليكم، حتى راجلي كي جاو ذاك قال لي والله يعطيك الصحة بنينة، هذه صحة مليحة للفطور. هي مليحة للفطور، مليحة هكا العشوة يجيك ضيف تقدري ديريها واحدة نفسها هي، بعد ديروها مسكوتش. هنا شوفوا نفكها معاكم باه ما تقولوش راهي معجنه من الداخل وما عم باليش، ولازم احنا لازم المصداقيه، لازم كي نديروا حاجه نعتوها هي مش هي مليحه يا مش مليحه وانتم ما تحكموا. هنا نجبد الكعبه تاعي الكعيبه تاع المادلين ونفكها مع حبيبات قلبي من الداخل وشوفوها. صح قولوا لي رايكم مليحه ولا لا. هنا انتم كي توصلوا المرحله هذه خليوا لي كومونتير، سورتو البنات اللي رايحين، وش البنات اللي رايحين نجربوا هذه الوصفه، يقولوا لي وين رايحين نلقاوك، تقدروا تبعثوا لي في الانستغرام روتينات مروه ديزاد نفسها، انستغرام ولا تيك توك ولا الصفحه لاباج تاعي الفيسبوك نفس الاسم، تلقاوني ديما معاكم. هنا شوفوا حطيت هذا الصحن هكا وعدلته، قلت نشرب به شويه قهوه نريح به مخي واعصابي نهار كامل واحد في الكوزينه. وهنا كملت عشايا، وش نقول لكم تهلاو لي في روحتكم وصح عشاكم، نتلاقاو مع بعضنا ان شاء الله في فيديو جديد ولا روتين جديد. ما نقول لكم قالي غير نقول لكم مع السلامه.